السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفه تاع اليوم رايحه تكون خبز فطير. وهنا كل منطقه واش يقولوا له، كاين اللي يقولوا له رخساس، كيما كاين اللي يقولوا له كسره. وقبل ما نبداو نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدا في طريقه التحضير. عندي 3 كيلات دقيق رطب. هنايا دقيق رطب يكون تقريبا رايح للموايا، يعني ماهوش رطب كامل. هنا على حسب نوعية السميد، إلا كان عندك رطب تقدري تزيديلو شوية موايا ولا متوسط، يعني هنا يكونوا 3 كيلات كاملين. هنا نزيد الزيت، هنا ندير بالكيل اللي كيلت به الدقيق نكيل به الزيت، وندير أقل من نصف كيل زيت وزدتلو مغرف ممسوحة تاع سمن. هنا يعني الكيل تاع السمن والزيت يكونوا تقريبا كيل غير ربع. وهنا زدت كمية تاع الملح، هنا الملح حسب الحاجة. أنا هنا درت تقريبا نصف ملعقة كبيرة تاع ملح، هنا على حسب الكمية اللي درتها. أنا هنا استعملت المشيربات تاع اللبن. جاوني 3 خبزات فطير متوسطين. نشد هذاك الدقيق نخلطو كامل مع الزيت، نحكو بيدي هكا بهذه الطريقة حتى تدخل كامل هذيك الزيت في السميد. هنا بعد اللي كملت كامل خلطته بيدي. وهنا بنفس الكيل اللي كيلت به الدقيق نزيد نكيل به الماء، نبدا نرش فيه غير بشويه، ونحاول هذيك الكيله تاع الماء ما نكملهاش كامل، على خاطرش السميد اللي يكون رقيق ما لازمش نكملوا له الكيله تاع الماء. هنا على حسب النوعيه تاع السميد. هنا مازال يخصو الماء، نزيد نرشو ونعجن فيه حتى نشوفو كامل تلم ولا كتله واحده. نحاول نعجنو مليح كما راكم تشوفوا. وهنا ما لازمش نكمل هذيك الكميه تاع الماء باش ما يجينيش فطير طري بزاف، لازم تجي العجينه تاعو شويه شاده روحها، يعني ما تكونش طريه كما راكم تشوفوا. انا هنا بقات لي شويه ماء، بقاو لي تقريبا 2 مغارف كبار تاع الماء. نكمل نعجنها مليح حتى يدخل فيها مليح هذاك الماء وتولي طريه. نشد نقرصها 3 خبيزات، هنا على حسب الكميه تاع الدقيق اللي درتيه. انا هنا درتهم 3 خبزات متوسطين. هنا نحط العجينه ونبدا ندلك فيها مليح، لازم حتى تولي طريه في يدي. نعجنهم كامل ونحطهم بجيه، ومن بعد نبدا نحل فيهم بالوحده. دوكا بعد اللي كملت كامل عجنتهم مليح، حطيتهم في كيس بلاستيكي تقريبا دقيقتين ولا 3، ونعاود نبدا بالاولى اللي بديت بها اللي هي هذه. راكم تشوفوا في العجينه كيفاش راهي. هنا ما تكونش طريه بزاف، لازم تكون شاده روحها باش تعطينا نتيجه مليحه. دوكا نحطها، نقدروا نحلوها بالحلال كيما نقدروا نحلوها بيدنا. هنا راني حطيت طاجين يسخن، لازم يكون سخون مليح باش كي نحط الخبزه تاع الفطير طيب على وجه واحد وطيب محمره مليح. هنا بعد اللي حليتها كامل بهذا السمك، ما لازمش تكون رقيقه بزاف ولا تكون خشينه. هنا السمك تاعها يكون تقريبا 5 مليمتر.
ودركا بعد اللي كملت حليت مليح هذيك العجينة والطاجين سخن مليح، نحطها فوق الطاجين، وهنا درجة الحرارة تكون شوية عالية، ما لازمش تكون ناقصة. نحطها طيب، ومنين ذاك نحركها باش تعطينا وش محمر، وتجي على وش واحد. هنا يعني في الخبزة الثانية نحل فيها بيدي، هنا دائما نحلوها بكف اليد حتى نكملهم كامل. وفي الوقت اللي راني نحل في العجينة ما لازمش نغفل على الخبزة ونقلبها على الجهة الثانية. هنا بعد اللي كملت طابت الخبزة كما راكم تشوفوا، هنا نبقاو نحركوا فيها في الطاجين باش تتحمر كامل على وجه واحد. وهذا هو الفطير تاعنا بعد اللي طاب. ان شاء الله تجربوه مع وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.